بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة من برامج فاسألوا أهل الذكر، يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم، ومن خلال ورحاب قناة سلام الفضائية، فأهلا وسهلا بكم وبفضيلة الشيخ. تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. مشاهدينا الكرام، ونحن في هذا الشهر الفضيل وقد مضى بكثير من أيامه ما كان فيه من فضائل ونعم متعددة، ونحن نسير في ختامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا للعمل الصالح، ووفقنا فيه للقيام وللصيام وتلاوة القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في خاتمته خيرا وقبولا حسنا، كما جاء الأعمال بالخواتيم. ومع قرب نهاية هذا الشهر المؤمن يكون كذلك على عبادات تكمل هذا الشهر الفضيل والعبادة فيه. ومن هذه العبادات المهمة المتعلقة بشهر رمضان زكاة الفطر، ولها حقيقة أحكام، ولها أحاديث، ولها فضل، ولها أمور ينبغي أن يفقهها المسلم حتى يؤديها. الحديث حول زكاة الفطر، وكذلك بعد أداء هذه الشعيرة في نهاية الشهر كما سنستمع في وقتها وفضلها وإلى غير ذلك من المسائل، أيضا متعلق بختام شهر رمضان، وهو أداء صلاة العيد، وما ينبغي عندنا أن يعلمه المسلم فيها من الأمور الفقهية التي متعلقة بها. فنفتتح لقاءنا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في البدء إن شاء الله نتناول بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، فليتفضل فضيلة الدكتور ليعطينا فيها إن شاء الله. شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن نكون ممن أدرك في هذا الشهر المبارك الهبات الإلهية التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدرك أو قام ليلة القدر أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أدرك هذه المقامات ونال هذه الهبات وهذه العطايا والمنح الإلهية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بلا شك نهايات الشهر دائما يرتبط بأمرين: الأمر الأول موضوع زكاة الفطر وأحكام هذه الزكاة، والأمر الثاني هو موضوع العيد وأحكام العيد. بالنسبة للزكاة، هي عبارة عن فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبدان، كما أن هنالك زكاة الأموال، هنا تسمى زكاة الأبدان، بمعنى أن الزكاة تخرج على الإنسان كإنسان أو على الشخص كشخص، ويحسب الأفراد داخل الأسرة، وتخرج بعد ذلك الزكاة مما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاع من تمر، أو صاع من قمح، أو صاع من شعير، الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لخصها العلماء بعد ذلك في أنها تخرج من غالب قوت أهل البلد. فهي على كل زكاة، والزكاة دائما ترتبط بالطهر، لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة سواء كانت زكاة الأموال أو كانت زكاة الفطر لها علاقة عموما بالطهر. ولذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمسكين. فهي فيها جانب الطهر في نهاية المطاف، والطهر مقصود منه كيف أن الإنسان بهذه الزكاة
يتطهر مما علق بصيامه، سواء كان من أخطاء أو من نقص أو من خلل، فكأنما هذه الزكاة تعوض إن شاء الله ما صاحب هذا الصيام من بعض الأخطاء. وجل من لا يخطئ، يعني دائما الصيام مرتبط بكثير من النواقص، فنحتاج على كل إلى إخراج زكاة أموالنا في هذا الشهر المبارك، ونحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، فيكون فيها إن شاء الله طهرة، ويكون فيها كذلك طعمة للمساكين. نعم. بارك الله فيكم. على هذا الاستهلال وبيان حكم هذه الزكاة، هنالك لا شك العديد من يعني الأسئلة المتعلقة ب يعني إخراج زكاة من الأخوة والأخوات المشاهدين. فأحدهم يسأل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عبر التحويلات البنكية؟ طبعا الأفضل عموما أن الإنسان يباشر إخراج زكاته بنفسه وإيصالها إلى المستحقين، سواء كانوا من الفقراء والمساكين الذين من حوله أو يجاورونه أو من أقربائه. هذا هو الأفضل حتى يضمن أن الإنسان على الأقل يخرجها في الوقت المناسب ويوصلها كذلك إلى الشخص المناسب. لكن إذا كان هنالك جهات موثوقة تقوم إن شاء الله بتوزيع هذه الأموال أو توزيع هذه الزكاة إلى مستحقيها، فيكون ذلك أيضا لا حرج فيه إن شاء الله. الشيخ، لو أيضا حدثتمونا، طبعا كثير يتساءل عن الوقت، يعني وهو مهم أيضا، المستمع يعرف الوقت الجائز والوقت الأفضلية، فهذا أيضا موضوع يأتي فيه تساؤل العديد من المستمعين. بالنسبة لوقت الزكاة، عندنا الوقت الواجب نعم. إخراج الزكاة فيه هو بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني بعد أن يثبت بأن غدا عيد تبدأ الآن عملية إخراج الزكاة. وهذه طبعا فيها لأن الإنسان يكون سلفا محدد الجهات التي سيذهب إليها، الفقراء الذين سيعطيهم، وفي ليلة العيد هو على كل قبل أن تصلى صلاة العيد لا بد الزكوات تصل إلى أصحابها. ده وقت الوجوب، هذا وقت الوجوب. عندنا الوقت الذي يسمى بالوقت الجائز. نعم. يعني يمكن للإنسان أن يخرج فيه لاعتبارات كثيرة، إما لأنه يريد يحولها إلى جهات بعيدة، أو هنالك أصحاب حاجة محتاجين إلى زكاة أن تقدم لهم الزكاة، فكما تقدم زكاة الأموال تقدم زكاة الفطر أيضا. وهذا الجواز هو من بداية رمضان، من بداية رمضان يمكن للإنسان أن يقدم زكاة. هنالك وقت يقول عنه العلماء بأنه وقت يحرم فيه الزكاة، ولكنه تخرج أيضا. يعني ليش تحرم؟ لأنه فوت وقتها، وقت الوجوب. فمثلا شخص أخر زكاة إلى أن صلى الناس، صليت الصلاة في البلد الذي هو فيه، فاتته، وهذا يحرم عليه، لأن نحن نتكلم عن واجب مش كده، فتأخير الواجب عن وقته حرام. لكن مع ذلك هل تسقط عنه؟ لا تسقط، لأنها حق للمسكين ويجب أن تصل هذا المسكين، لكنها لن تكون زكاة فطر، بإنما تعتبر صدقة من شنو؟ صدقة من الصدقات. هذه تقريبا موضوع المواقيت والالتزام بها. بخصوص فضيلة الشيخ، على من تجب، وكذلك يعني الإنسان يعني لمن يعطيها، يعني من هو، يعني هل هو بنفس كل فقير، ولا التفصيل في هذا الأمر أيضا حتى يتبصر المستمعون المشاهدون. طيب، هذا سؤال حقيقة مهم جدا، لأن نحن الآن أمام إن شاء الله يعني إخراجها والبحث بها. أول تجب على كل مسلم، على كل مسلم شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، كل هؤلاء تجب على من يقوم عليهم، أو كان الشخص قادر في نفسه، عليه أن يخرج الزكاة. نعم. ويكون قادر في نفس الوقت على إخراجها. والقدرة هنا ليست كالقدرة في زكاة الأموال. القدرة إذا كان الشخص يملك قوت يوم وليلة لأولاده، فما زاد عن ذلك يجب عليه أن يخرج منه الزكاة، يجب عليه أن يخرج منه. بعض الحالات مثلا يكون الشخص فقير، لكن أتته زكوات قبل يومين من رمضان، من نهاية رمضان، أو قبل يوم، أو في نفس الليلة أتته ما شاء الله ما يكفيه وزيادة. نعم. يخرج مما زاد،
نفس هذا الشخص الذي أتته الزكوات هو نفسه يتحول إلى شخص أيضا معطي، يا سلام. فلا يستقبل، فلا ما شاء الله أنا جاتني زكاة فطر تكفيني لأسبوع ليس ليوم وليلة، وجب علي مباشرة أن أزكي عني وعن أولادي من الزكاة التي جاءتني. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى لا يحرم المسكين والفقير أيضا من هذه الميزة اللي هي طهرة، محتاج إلى طهرة طعم للمساكين. فأنت جاءتك ما يكفيك. وكأنما الشارع والله أعلم نظر في زكاة الفطر إلى الإغناء في اليوم نفسه، يعني مش الإغناء المطلق، الإغناء المطلق ده داخل في الزكاة العامة، لكن هنا أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال. فهنالك أنت ما شاء الله جاءتك ما يكفيك يوم وليلة، وهنالك مسكين آخر ليس عنده شيء، فأنت تذهب وتعطي أيضا هذا المسكين. هنالك طبعا مسألة يعني حولها على كل كلام كثير، لمن تعطى هذه الزكوات؟ لمن تعطى هذه الزكوات؟ من العلماء من قال بأنه والله زكاة الفطر مثل زكاة المال. الشافعية على وجه التحديد قالوا والله زكاة الفطر كما أن هنالك إنما الصدقات للفقراء 8 أصناف، هنا أيضا قالوا 8 أصناف. لكن الصحيح والله أعلم والأقرب إلى ما نراه على كل في الأحاديث الموجودة أن زكاة الفطر تخصص للفقراء والمساكين ولا يدخل فيها باقي الناس، لكثير من الأحاديث على كل التي وردت في هذا الباب. لكن من أخذ مثلا برأي بمذهب الشافعي يعتقد بأن الموضوع أيضا فيه سعة، ليس فيه حرج. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا، ما حكم من توفي قبل إخراج زكاة الفطر؟ هل تخرج عنه؟ إذا توفي الشخص عندنا حالتين الآن. إذا توفي قبل غروب الشمس التي سيكون معها العيد فلا تجب عليه. شخص توفي قبل الغروب ولو ب10 دقائق أو 5 دقائق ليس عليه زكاة فطر. لكن مثلا شخص توفي بعد 5 دقائق أو 10 دقائق من غروب الشمس وثبت أن اليوم أن غدا العيد وجبت عليه، هنا يخرج أو من ينوب عنه يخرج عنه زكاته. فمن مات على كل وقد وجبت الزكاة عليه بدخول وقتها يجب عليه أن يخرجها. ومن توفي قبل الوقت فلا وجوب عليه ولا تلزمه. بارك الله فيكم. يقول أيضا سائل، هل يمكن احتساب زكاة الفطر من أموال الزكاة العامة؟ لا، الزكاة العامة لحالها، الزكاة العامة لحالها، وزكاة الفطر هذه لحالها. زكاة المال مرتبطة على كل بمستحقين ومرتبطة بمواقيت، وهي زكاة في المال. نعم. وهذه زكاة في الأبدان. هذه زكاة في شنو؟ في الأبدان. فالصحيح والله أعلم أنك لا تخلطها، لا تخلط زكاة المال بزكاة شنو؟ بزكاة الفطر. نعم. أي لا تخلط. يرد كثير من التساؤل حول يعني تخرج قوتا أو نقدا، الخلاف الذي يعني مشهور. فما قولكم في الأصوب من هذا، يعني وفق تأمل وتدبر النصوص التي وردت في هذا الباب، حتى يعني الإنسان يؤدي بما هو إن شاء الله يعني صواب وأقرب يعني للحق. خلينا أول نقول بأن المسألة فعلا الخلاف فيها منذ بداية قديم يعني، وأيضا في نفس الوقت يصعب أن نقول والله سنحسم هذا الخلاف، لأن الآراء تشتد كل عام والجدل فيها يكثر. فالجمهور مالكية الشافعية الحنابلة يرون بأنه لا تجزئ إلا قوتا عينا، يعني تخرج عينا. الأحناف ذهبوا إلى أنها تخرج مالا، ونظروا إلى موضوع إنه والله يا أخي حاجة الإنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في المسألة، يقول الأنفع للمسكين والأنفع للفقير. لكن كل هذا الخلاف لو جينا ننظر للمسألة في صورتها الكلية، من أخرج زكاة ماله عينا فقد أدى زكاته بلا خلاف. يعني لا الأحناف ولا شيخ الإسلام يقول لمن أخرج زكاته عينا إن والله زكاتك لا تصح، ريح نفسه خرج من دائرة بلا شك. هذه ما فيها كلام. يبقى بعد كده والله أنت وطمأنينتك، البر ما اطمأنت إليه النفس.
وقول ابن تيمية أيضا قد تكون له وجاهته، لا نستطيع أن ننفي الوجاهة عن القول الآخر، وهو أحيانا في بعض المناطق يحصل إشكالات إنه والله المسكين يكون بحاجة فعلا إلى المال بينما عنده القوت. فهنا الوجاهة تأتي في هذا الجانب، وخصوصا من يلاحظ بأنه والله يكون هنالك مثلا مساكين يأخذون الزكاة ثم يبيعونها بسعر أرخص مما، فهذه حملت كثير من الناس على لكن نحن نقول بأن التزام قول النبي صلى الله عليه وسلم يسقط عنك التكليف بلا نزاع، والأمور الأخرى على كلها دخلت في دائرة الاجتهاد وأمرها متروك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في حقيقة كثير من الفوائد الواحد حقيقة الآن البرنامج قد لا يتسع لها، في أنه نحن الالتزام بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفوائده وتحقيقه لمقاصد أكثر من مقاصد أنه والله بس الحالة المحدودة قصة الفقير وما الفقير، وهو أحيانا النظر إلى القضية الكلية فيما نسميه نحن بالاقتصاد الكلي للبلد، وفي تحريك حركة المال، وفي إفادة ليس فقط المسكين فقط بل وأحيانا حتى في إفادة الأغنياء في تحريك أموالهم وتحريك بضائعهم ليؤدي إلى دورة اقتصادية متكاملة. هذا الذي أنت حركت له السوق من خلال العينات المعروفة، سواء كان قمحا أو أرزا أو شعيرا أو تمرا، فإن تحريك ذلك بلا شك فيه كثير من الفوائد الاقتصادية، على كل ربما تحسب أحيانا حسبة اقتصادية، فيكون فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغنية والكفاية. بعض الناس يقول لك يا أخي الشخص هذا محتاج لمال، نقول له يا أخي أدي من زكاة مالك. مش كده؟ أدي من زكاة مالك، يعني ما دام أنت متعاطف معه إلى هذه الدرجة أعطيه من زكاة المال. هو واسع. نعم، هذا واسع بلا شك، هذا واسع. وأعطي هذا واحد يقول لك يا أخي المسكين هذا ما محتاج اليوم ده للأكل والشراب، خلاص في مسكين آخر محتاج للأكل والشراب. صحيح. مش كده؟ إذن أنت احرص على ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك والله في بلدنا الذي نحن فيه المساكين والفقراء ليسوا بحاجة إلى طعام. طيب أنقلها إلى بلدان المسلمين التي هي بحاجة إلى إطعام. ففكرة إنه والله الالتزام بقدر الإمكان على ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا مع قاعدة أصولية مهمة جدا، وهو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود المقتضى فإن تركه سنة. يعني مثلا ألم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملات وكان في نقد وكان في أموال؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى القوت ولا يتجه إلى الأموال، مع أن زكاة الأموال نص عليها، لكنه ذهب فهذا الذهاب إلى القوت نعتبره في الشريعة مقصود وتعامل معه على هذا الأساس. هذه مسألة. أيضا زكاة الفطر فيها الجانبين، فيها الجانب المالي اللي فيها الجانب الخاص بحق المسكين اللي هي طعمة للمساكين، وفيها الجانب الثاني وهو إيه؟ طهرة للصائم. إذا في جانب تعبدي، والتعبديات توقيفية، معروف أن الجانب التعبدي فيه جانب التوقيف، فقضية إنه والله لأنها جانب مالي تذهب نحو الاجتهاد والتعليل ولا تنضبط بالجانب التعبدي، على كل أيضا هذا فيه إشكال، وخصوصا مع أن الجانب الآخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على الطعمة، نص فيه على العلة نفسها المقصود إنه يطعم في هذا اليوم. لاحظت؟ بعضهم يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال، لا ما قال لك أغنوهم عن السؤال في الطعام، يعني أهم شيء في هذا اليوم لا يكون هنالك شخص يتسول للطعام، لكن ما تستطيع تغني فقراء الناس في هذا اليوم بزكاة الفطر. فكثير من النصوص حقيقة التي يعني أنا يمكن حقيقة سنوات طويلة جدا ظللت متبني للرأي الذي يقول بأنها تخرج مالا، وكنت أميل إلى رأي الأحناف، لكن مع طول النظر ومع التأمل والتدبر في هذه المسألة رأيت بأن الأنفع والأفضل التزام الناس بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان والله في بلدك ليس هنالك محتاج أنقلها، يعني عندنا اليوم آلاف بل ملايين الناس في السودان مثلا وفي غيرها من بلاد المسلمين، في غزة مثلا ملايين الناس محبوس عنها الطعام. ليش أنت ما ترسل إلى هذه المناطق؟ ليش أنت والله ماشي إلى تحويلها نقدا وتصرفها على أقرب مكان وليس صاحب حاجة في هذه الجزئية تحديدا، في جزئية الطعام، ويمكن أن تعطيها إلى بلدان هي بحاجة إلى الطعام وتكون بذلك وافقت إن شاء الله طعمة للمسكين وطهرة للصائم. والله أعلم. بارك الله فيكم على هذا التفصيل والبيان، جزاكم الله خير.
وأيضا حقيقة جانب اجتماعي يعني يظهر في الإطعام، بحيث هو أيضا ملموس. يعني نعم. لو قلنا بالمال يمكن من خلال التحويلات يمكن يحصل اختفاء لمعنى المعنى صحيح. الترابط وتربية أيضا الناس، سواء الآخذ ومثلا البنين يشاهدون الإعطاء، فتحصل إحياء لعملية صحيح. حقيقة الشعيرة صحيح. وتظل حية في وجدان من نعم. خلال هذه الممارسة. نسأل الله أن يعني يجعلها بإذن الله طهرة آمين يا رب. من الرفث للصائم، من الرفث واللغو، وكذلك يعني طعمة للمساكين في هذا اليوم. هنالك أيضا سؤال يتعلق بالزكاة، إذا كان الشخص فقيرا، أو سؤال يقول: هل تجب زكاة الفطر على المغتربين الذين يعيشون في بلد غير مسلم؟ لو أن مسكين، لو أن غنيا أو مغتربا عايش في القمر أو عايش في المريخ، ما دام أنه مسلم وفي هذا اليوم نعم. وقع عليه العيد، لا بد، يعني ما في حاجة اسمها مغترب أو غير مغترب. هي لها علاقة بأنك أنت مسلم خلاص. وقمت بالصيام وعليك بزكاة الفطر. فيبقى السؤال ربما، والله أعلم، السؤال قد يكون له: هل والله هذا المغترب اللي هو في بلد من بلاد الكفر مثلا، ماذا يفعل إذا ما في فقير في نفس البلد الذي أنت من المسلمين؟ أقول هنا من المسلمين لأنه لا يجوز إخراج أو إعطاء زكاة الفطر لغير شنو؟ غير المسلمين، مرتبطة بالمسلم. ممكن الزكاة الأخرى على كل ينظر فيها، لكن زكاة الفطر على وجه التحديد تعطى طيب أنا والله عايش في بلد ليس حولي فقراء أو ليس حولي مسلمين، أنقلها إلى ديار الإسلام وحولها إليهم وأقول لهم والله اشتروا بها زكاة الفطر. نعم. بارك الله فيكم. الحقيقة الأسئلة تتعدد حول يعني زكاة الفطر، ولعل ألممنا بما تيسر منها. لعلنا أيضا نلقي ضوء على شعيرة عظيمة، وهي شعيرة صلاة العيد، هذا اليوم العظيم من أيام الله عز وجل، وقد أكمل الناس حقيقة يعني ما أوجب الله عليهم فيه الفرحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فليتكم تحدثون عن العيد وبعد من أحكامه التي حقيقة ينبغي أن يكون المسلم ملم بها، حتى إن شاء الله تعالى كذلك في العيد نتعبد الله وفق ما شرع الله، وفق ما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. طبعا بالنسبة للأعياد هي على كل من الشعائر، والشعائر يكون فيها دائما الإعلان والإظهار والفرح والاجتماع كما هو معروف، ومطلوب في الشعائر أيضا التعظيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى الإنسان أولا أن يستشعر هذا المعنى بأن الأعياد من الشعائر، وكل الملل لها شعائرها ولها طقوسها ولها معالمها التي على كل تعرف بها. فالمسلمون يعرفون بالعيدين اللي هو عيد رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، وفي كلا هذين علينا أن نشعر بهذا المعنى العظيم، معنى أنها شعائر الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني، اختلف على كل أهل العلم في حكم صلاة العيد كما هو معروف. أقل أحوالها أنها سنة مؤكدة، وأعلى أحوالها أنها واجب عيني. فالمذاهب على كل ما بين الوجوب العيني وما بين السنة المؤكدة وما بين أنها فرض كفائي، يعني إذا قامت المدينة أو قامت القرية بهذه الشعيرة فقد أدوا ما عليهم، وإن لم يؤدوها أثموا جميعا بهذا بمعنى الوجوب الكفائي. لكن عموما المالكية يقولون بأنها سنة مؤكدة، والحنابلة يذهبون إلى قضية أنها فرض عين على كل إنسان أن يصلي صلاة العيد. وعلى كل نحن نحث الناس بما أنها شعيرة، نحث الناس على الذهاب إلى هذه الشعيرة وحضور ما فيها إن شاء الله من دعاء، وما فيها كذلك من موعظة، وما فيها من ذكرى، وما فيها باتصال بالناس. فلا بد الإنسان إن شاء الله أن يذهب إلى هذا الجانب. وكون نقول أنها سنة مؤكدة لا يعني التقليل من شأنها، هي مسألة حكم، لكن كلهم الآن زي ما بعض المذاهب تقول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لكن في نفس الوقت لا يتساهلون في أن الإنسان يحضر هذه الصلاة ويكون حريص على المشاركة فيها. فعلى كل إن هذا من حيث الحكم. وقت هذه الصلاة هو تقريبا بعد أن تخرج الشمس بمقدار معين، يعني الآن تقريبا بعد خروج الشمس
بنصف ساعة مثلا بعد شروق الشمس بنصف ساعة أو ربع ساعة أو تلت ساعة، يبدأ الناس على كل في الاتجاه إلى الصلاة، ويقوم الإمام ابتداء بأداء الصلاة قبل أن يخطب في الناس. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان يصلي فيها الإمام. الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات ثم يدخل في القراءة، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يتلو بعد ذلك ما تيسر له من كتابه. هذه الصيغة على كل، أو هذه ربما تكون في اختلافات على كل في المذاهب في هذا الاتجاه، لكن الأحناف تحديدا قد يكون في مكان التكبير أين يكون في بعض الخلافات. هذا من حيث الحكم الشرعي لهذه الصلاة والالتزام بها وحضور كذلك. أيضا نقول في هذا الجانب يمكن إن شاء الله للحيض أو من كانت مثلا ليست على طهارة أو هي على في حيض وكانت مثلا صامت بعد رمضان أو جزءا من رمضان، يمكن إن شاء الله أيضا النساء يشاركن في مشهد المسلمين العام، ولكن يتجنبن المصلى ويكون على أطراف المصلى حتى يشهدن كذلك حضور جماعة المسلمين ويشهدن كذلك الدعاء ويتبركن بهذا الأمر. أيضا هذه من القضايا المهمة جدا. أيضا نذكر في موضوع العيد أيضا التكبير في ليلته، يعني من مجرد أن يتم الإعلان عن أنه غدا سيكون عيد، في عيد الفطر التكبير يبدأ من هذه اللحظة من غروب الشمس وظهور الهلال أنه خلاص هذا هلال شوال إلى صلاة العيد. هنا تأتي قضية التكبير، وهنا نذكر بأن التكبير أيضا من الشعائر المهمة جدا. للأسف الشديد كثير من الناس لا يلتفت إليها ولا يبالي بها، أو حتى إذا أداها يؤديها وهي ضعيفة ميتة خارجة من قلب يعني مسكين. التكبير مقصود منه أن الإنسان يستشعر عزة المسلم ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستشعر فرحته كذلك بهذا الأمر، وأن ما قام به وما سيقوم به مستحضر فيه عظمة الله. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لله. هذه الدلالات المهمة لا بد أيضا أن نحييها في أسواقنا ونحييها كذلك في مساجدنا ونحييها في بيوتنا. أيضا من الأشياء المهمة جدا في عيد الفطر وهو أنه يخرج إلى المصلى وهو مفطر ولا يخرج إليه وهو صائم، خلافا لعيد الأضحى. عيد الأضحى يمتنع عن الطعام ويفطر على أضحيته، أما عيد الفطر لا بد من أن يأكل شيء أو يشرب شيء أو يتذوق ولو تمرات وهو خارج إلى ثم أيضا يخرج من جهة ويعود من جهة. دي برضو من الأشياء. أيضا نقول بأن لا بد للمسلم أن يراعي أحكام العيد المشروعة. صحيح يكون فيه أكل وشرب وذكر لله وفيه الفرح المباح وفيه ربما الأطفال الذين يتغنون إلى غير ذلك من الفرح، لكن علينا أن نحذر من مخالفات الأعياد. هذه المخالفات التي يتساهل فيها كثير من الناس، مثل دخول الرجال على النساء ودون مراعاة أي شكل من أشكال الحرمة للبيوت. فعلى الإنسان أن يستأذن وأن يطرق الأبواب، وعلى أن لا يدخل على النساء وهن في بيوتهن إلا من وراء حجاب، يسلم عليهم وهم وراء حجاب، يعيد لهم ويبارك لهم وراء حجاب، إلا إذا كانت هنالك محارم على كل يمكن للإنسان أن يسلم عليهم ويدخل عليهم. هذه أيضا من الأشياء لا بد من مراعاتها في الأعياد. كثيرا ما تحصل المخالفات في هذا اليوم بهذه النقطة الثانية. أيضا ظل الإنسان سبحان الله في رمضان ملتزم بكثير من الأحكام الشرعية، ومجرد أن يخرج رمضان وكأنما تحلل ما استفاد شيء من مقاصد الصيام لعلكم تتقون. فبعض الناس يكون والله يرتكب بعض المحرمات كان مثلا خارج رمضان وامتنع عنها في رمضان فيعود إليها والعياذ بالله، مثلا بدل أن يستفيد من هذه الفرصة التدريبية في رمضان بتقوى الله والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل واجتناب كل ما نهى الله تبارك وتعالى، يعود مرة أخرى إلى المنهيات وإلى المحرمات. هذه أيضا من الإشكالات على كل التي تصاحب الناس في الأعياد. بارك الله فيكم حقيقة على هذا البيان الشامل والشافي بإذن الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أيضا ليتنا نختم أنه مع العيد أيضا الناس تكون فرصة للصلة وفرصة أيضا للصفح وفرصة أيضا يعني دائما وأبدا تبريك للناس وزيارة من يستحق الزيارة، من خاصة من الأقارب والأكابر. هذه أيضا لفتة لعل تنبهون عليها لأهميتها. ونختم إن شاء الله تعالى هذا الحديث الطيب المبارك. جزاكم الله. وبلا شك يعني من أهم ما ينبغي أن نصل إليه في قضية التقوى
نعم. هو أنه قطع الأرحام ربطه الله تبارك وتعالى بالإفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فجعل الله تبارك وتعالى موضوع الأرحام وقطع الأرحام على وجه التحديد مرتبط بأيضا يكاد يوازي الإفساد في الأرض وليس أقل منه. والإفساد في الأرض له علاقة بالطبيعة، وقطع الأرحام له علاقة بالإنسان. فلا بد الإنسان أن ينتبه إلى هذا المعنى الدقيق المهم جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. فنحن في هذا العيد يجب الإنسان أن يستفيد ويجعله مناسبة للتصافي، مناسبة للعفو، مناسبة للصفح، مناسبة لتجاوز كثير من المرارات والجراحات أحيانا بين الأقرباء. ودي الفرصة المناسبة حقيقة الواحد يقبل فيها على الله، خرج من رمضان وعليه أن يرتقي أكثر فأكثر في مدارج العبودية لله سبحانه وتعالى. وأهم مدارج التعبد هو كما يقول العارفون مسألة التحلية، أو مسألة التخلية، بمعنى التخلي عن كل حظوظ النفس. نعم. والتخلي عن كل الشوائب من المحرمات والمكروهات، ليدخل بعد ذلك في التحلي، وهو أنك أنت والله تذوق لذة وعظمة العبادة التي قمت بها. فما من أمر سبحان الله حصل فيه تخلي من الشرور إلا وملئ بتحلية من الخيرات والبركات، هبات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذه المناسبة على الإنسان أن يصل رحمه، ولو أمكنت تكون الزيارة زيارة ميدانية، يقف إليهم يزورهم في بيوتهم ويلتقيهم ويتفقدهم. وفي نفس الوقت ما تيسر ذلك خصوصا مع تباعد الناس وتشردهم ولجوء كثير من الناس ونزوحهم عن مناطقهم، يمكن أيضا الاستفادة من الوسائط المتاحة، ويمكن للإنسان أن يتصل بالناس ويتفقدهم ويعرف أحوالهم ويبارك لهم العيد. فهذه مناسبة على كل لترميم العلاقات الاجتماعية وصلة كذلك من قطع من علاقات رحمية، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. المشاهدون والمشاهدات الكرام، بعد أن طفنا وإياكم فيما يتعلق بختام شهر رمضان من أداء شعيرة زكاة الفطر وكذلك العيد وبعد أحكامه، ففي الختام نشكر لكم حسن استماعكم لما جاء من حديث، كما نشكر فضيلة الشيخ تفضله بهذا الحديث الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهرنا بقبول ورضوان من الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي العيد وقد تحققت فيه أمنيات المسلمين من الفرج والفرح ورفع البلاء والضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدكم عيدا سعيدا مباركا بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.